السر اللي بيخلي الفانكشن تستدعي نفسها جوه السي بلس بلس فهم الريكيرجن بالعقل مش مجرد حفظ. السلام عليكم يا ابطال، النهارده عندنا موضوع من اعمق واجمل المفاهيم البرمجيه. موضوع بيخلي الداله تستدعي نفسها زي ما بتتكلم مع نفسها كده. النهارده في الفيديو هنتكلم عن الريكيرجن. فكره الريكيرجن بكل بساطه هي معناها ان الداله بتنده نفسها في وقت التشغيل او وقت الاكسكيوشن بتاع تنفيذ البرنامج. تخيل انك عندك داله وبتشتغل وفجاه تقول لك ثواني، انا محتاجة شوية وقت كده، استنوني علشان أرجع أبدأ من الأول بطريقة معينة، فتقوم تستدعي نفسها داخل نفسها. كفاية كلام نظري، تعالى كده إيه نشوف الجانب العملي. تعالى كده معايا نعمل فانكشن بسيطة نسميها int مثلا add، وليكن هي بتاخد مني 1 بارامتر نسميه num. فانكشن عادية بكل بساطة كده. يا عم تعالى ندهلك سي اوت في المين اهي اسمها، وليكن انا اديها الارجيومنت بتاعها 5. يلا اي حاجة. تعالى بقى نعمل ايه في البادي. كل وظيفة الفانكشن دي ان هي تبدأ وليكن ان انا اديتها القيمة بتاعت 5، ان هي تبدأ تحسب لي 5 4 3 2 1 وهكذا. حد هيجي يقول لي طب ليه التعبة دي، ليه الغلبة دي، احنا ممكن نعمل فور لوب. فعلا يستحق التثقيف. لا بس انا عايز اوضح لك مفهوم الريكيرجن. انا مش عايز اوريك انك ازاي انت تعمل لوب من 5 لحد الواحد، او من النوم ايا كان هيدخله اليوزر لحد الواحد مثلا. لا انا عايز افهمك كونسبت الريكيرجن. طيب تعالى كده. في البداية أنا لو كتبت كود مثلا وليكن if statement، فمش مطالب عليك إنك أنت تفهمه 100%، بس ما تقلقش أنا كده كده هشرحه، وهشرحه كمان في فيديو متقدم إن شاء الله. قلت له if لو النمبر النم دي بت equal 0، في حالة إن هي 0 اليوزر دخلها كده بدل 5 دي 0. تمام كده مسح، ارجع تاني كنترول زد. اعملي ايه بقى؟ return وقف لي ايه البرنامج على دماغه. طيب طيب في حالة ان مثلا اليوزر ما دخلش زيرو، طلع راجل اصيل ما دخلش رقم زيرو، هيعمل لي ايه؟ يطبع لي النم سي اوت النم. حد يقول لي ليه تطبع لي النم؟ اقول له حاضر، ثانية واحدة اهو باك سلاش ان. طيب في حالة ان هي مثلا ما دخلش زيرو، دخل رقم وليكن 5، فانا عايز يتبع الخمسة دلوقتي. طيب فين بقى اللي انت بتقول عليه ان هو يطبع 5 و4 و3 و2 و1 بطريقة الريكيرجن او بمفهوم الريكيرجن؟ طيب ثانية انا لسه ما خلصتش. تعالى اقول له ايه؟ طيب ايه رأيك نعمل سيبريتور كده ظريفة، سيبريتور يلا، وادي باك سلاش يعني، وادي سيميكون. يلا تخش في الجد. هقول له ريتيرن. ريتيرن ايه بقى؟ رجع لي النم الرقم زائد الفانكشن. احنا هننادي على الفانكشن تاني اللي هي اسمها اد. حد هيقول لي هنادي ايه لازمة ان انا انادي عليها؟ طيب هاجي هنا اقول له في الفانكشن هنا اقول له نون ماينس 1. كل مرة
نقص لي من الفانكشن نيم، الفانكشن اللي هي اسمها اد، نقصت منها ايه؟ نقصت من النم واحد. تمام. تمام. يعني في الحالة دي هيكون الاد ب 4، هيلوب تاني، هينده على نفس الفانكشن تاني، هيخش على الستيتمنت، هل هي بزيرو؟ لا، هي بأربعة. طيب اتبع ايه؟ رقم 4، وهيجي عند الريتيرن هيجمع النم، وبعد كده هينده على اسم الفانكشن تاني بس هينقص من واحد، اللي هو في الحالة دي هتكون 3. نقص من، هي كانت في الأول ايه؟ النم كانت كام؟ كانت 4، نقصت منها واحد بقت 3. سهلة اهي. طيب هيفضل يستمر لحد ما يلاقي ان النم بتيكوال او كانت بتساوي 0. في الحالة دي هيوقف لي البرنامج. نرن كده ونشوف عمايل ايدينا بتقول ايه. بسم الله ما شاء الله. طبع لي ايه؟ 5 4 3 2 1. طيب يعني هنا ما احتجتش للوب، انا احتجت ان انا انادي على اسم الفانكشن او الفانكشن عامة نفسها. تمام. بس بطريقة معينة خليتها تستدعي نفسها وخليتها تعمل لي التاسك اللي انا عايزه. طيب حد يجي يسألني في الكومنتس ايه ال 15 دي؟ هقول لك يا سيدي ال 15 دي في ريكيرجن ستاك بتيجي في الاخر كده، من الاخر تقوم جمعها لك الارقام كلها مع بعض، 1 3 كده 6 6 و3 6 و3 9 9 و4 13. ايه ده؟ جيب كالكوليتر. طيب ما علينا. طيب تعالوا كده نعمل تاسك للفاكتوريال. تخيل معايا اني عملت فانكشن اسمها فاكتوريال انت فاكت، وتاخد مني رقم سميته مثلا ان، وجيت في البادي قلت له ايه؟ if لو ال n دي اكبر من 1 return ال n مضروب في الفانكشن اللي اسمها fact. تمام. تمام. بس كده؟ لا، طب ما هنا هتفضل القيمة بتاعت n ثابتة، فلازم كل مرة انقص من ال n 1. تمام كده؟ تمام. في حالة ان هي وصلت للواحد هقول له return 1، وقف لي الكود ورجع لي المجموع. طيب تعالوا كده نشوف نتيجة عمايل ايدينا في الفانكشن دي ايه. اقول له سي اوت، هند على الاسم الفاكتوريال بتاعتي اللي اسمها فاكت، اقول له فاكت براكت، اقول له مثلا 5 وسيمي كولن، هعمل كنترول الت ان، قال لي كام؟ 120. الله ينور. طيب وليكن 7، هيقول لي كام؟ فين؟ هيقول لي 5040. طيب في مقولة بتقول إن أنت لو عايز تتعلم الريكيرجن حاول تتعلم الريكيرجن. طيب وبكده خلصنا الفيديو، وأشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.